ورجعت فيديو جديد. فيديو النهارده تعالى اقول لك ازاي تحل كل مشاكل اب كلونر، منها الخروج التلقائي والشاشه السوداء ومفيش ملفات في تطبيق زد ارشيفر او اي تطبيق ملفات عندك. بس قبل ما نبدا احط لك اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. وعايز اقول لك لو انت عايز تتجنب كل المشاكل بتاع اب كلونر ديت، فالحل انك مش هتستخدم اب كلونر خالص، هتستخدم تطبيق شرح عنه الفيديو اللي فات، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف. فالنهارده هرتب لكم مشاكل من الاكثر حدوثا للاقل، ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش على الفيديو. واول مشكله معانا هي حل مشكله الخروج التلقائي. ناس كده تيجي تنسخ بيس بتلاقي اللعبه عندها بتخرج على طول او ما تيجي تدخل عليها. فانا النهارده جايب لك الحل بطريقتين. الطريقه الاولى معانا انك هتعملها عن طريق برنامج النسخ اب كلونر. اول حاجه تخش على بيس وتظبط اعدادات عندك وكل حاجه، وتنزل على اخر خيار اللي هو كلوزنج اوبشن، هتلاقي عندك الواجهه ديت. اول حاجه معانا هي كلوزنج مود، هتروح تفعلها اول واحده ديت وهتعملها الخيار التاني، تاني خيار برضو اللي هو سكيب هتفعله، وهتنزل تحت كده هتعمل برضو تجاهل التوقف الكلي، وهتعمل حسنا تحدده وتعمل حسنا. كده اول 3 خيارات معانا. هتنزل تحت خالص وهتلاقي عندك خيارين، نو كل كل اللي عليك انك هتفعله، وسيف مود هتفعل برضو الخيار ده. بعدين بقى تخرج وتخش على بيس وتعمل استنساخ وتظبط كل حاجه عندك في الاعدادات وتعمل استنساخ. انا هعمل الغاء عشان عندي مفيش المشكله دي ظاهره، انا حللها قبل كده. ندخل بقى على الطريقه التانية اللي انا شرحت عنها في فيديو سابق وانا بشرح نسخه اب كلونر. زي ما انت شايف انا بدخل على اللعبه كل حبه تخرج تلقائي من غير ما اعمل اي حاجه. لما بفتح اللعبه بفتح معايا ظهر لي سالك كونامي وتخرج معايا على طول. فحل المشكله دي بسيطه جدا، انك تحلها بالطريقه التانية ديت. كل اللي عليك انك تخش على اعداد بتاع اب كلونر النسخه اللي عندك، وهتنزل تحت في الاعداد بتاعه هتدور على مكان التخزين وهتعمل له مسح بيانات، وهتروح تحذف النسخه بتاع بيس ديت اللي عندك، وبعدين تدخل على اب كلونر وتعمل كل الاعداد ديت تاني وتنسخ بيس وتدخل عليها تاني. زي ما انتم شايفين هنا نسخت اللعبه، تدخل عليها تاني بقى، وزي ما انت شايف الرساله بتظهر معايا برضو كونامي. زي ما انت شايف اللعبه برضو لسه بتخرجني، ادخل عليها كمان، افضل ادخل عليها لحد ما اللعبه تظبط معاك. زي ما انت شايف كده الرساله برضو كونامي ظهرت واللعبه فتحت معانا. خلاص كده اللعبه ما خرجناش، كده اللعبه فتحت معانا كل حاجه تمام. فهو انت جرب الطريقه الاولى نفعت معاك تمام، ما نفعتش معاك خليك في الطريقه التانية اللي هي بتاع المسح ديت. وخلينا نخش بقى في المشكله التانية. المشكله التانية معانا انها مفيش ملفات في برنامج زد ارشيفر او برنامج النسخ. الناس كتير بتيجي تخش على برنامج زد ارشيفر تنسخ اللعبه عشان تنقل الملفات بتاعها، وتخش على الاو بي بي ما بتلاقيش ملف في اللعبه موجود، او الملفين بتاع الاو بي بي اللي داخل اللعبه الاصليه موجودين. فالمشكله دي بتظهر عشان انت اندرويد 10 فما فوق. فهو حل المشكله دي بسيط جدا، كل اللي عليك انك هتلاقي تطبيق الملفات دي عندك هتلاقيه في اي موبايل غير التطبيق زد ارشيفر اللي عندك، لا هتلاقي التطبيق ده تطبيق اصلي جاي مع الموبايل. فانت كل اللي عليك تخش على المعلومات بتاع التطبيق ده، ما تعملوش مسح بيانات ولا اي حاجه، هتضغط على علامه الثلاث شرط اللي فوق وتعمل الغاء تثبيت التحديثات. بعدين تعمل حسنا زي ما انت شايف كده التحديثات بتاعه كلها هتروح. كل اللي عليك انك هتروح على زد ارشيفر، واخرج انا اخرج كده خالص من هنا وادخل على اندرويد تاني او بي بي، تيجي تخش بقى هنا على الاو بي بي هتعمل له السماح، وان شاء الله بعد الخطوه دي مش هتلاقي اي مشاكل عندك في الملفات. ندخل بقى المشكله الثالثه اللي هي اسهل مشكله، اللي هي الشاشه السوداء. ناس تيجي تخش على لعبه بيس المنسوخه بتلاقي ان بيس ظاهره شاشه سوداء، مش لعبه مش بتفتح خالص. فالمشكله دي حلها سهل جدا، كل اللي عليك انك تحذف نسخه اب كلونر اللي عندك وهتحمل اي نسخه تانية خالص. فهو انا نازل في القناه فيديوهات كتيره عن الموضوع ده، منزل فيه نسخ كتيره قوي، فانا سيب لك الرابط بتاعهم في الوصف، روح اتفرج عليهم وحمل نسخه وان شاء الله النسخه هتشتغل معاك بدون اي مشاكل. انت وصلت لحد هنا من الفيديو، ما تنساش اللايك والشير بتاعك وحط الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جاي بصحه وسلامه، سلام.